مجال الموبايل ديفلوبمنت فيه العمق الكافي ان انت تفضل شغال فيه انك بس تمبروف نفسك فيه؟ يعني هو مجال عميق. انا لحد دلوقتي انا بقول لك مثلا أنا 8 9 سنين خبره، وستيل انا في حاجات لسه اكتر محتاج اعرفها. لان انت الفكره يعني في معظم الوقت انت بتشتغل على بروجكتس بحاجه معينه. يعني على سبيل المثال كاتيجوري الاي كوميرس، كاتيجوري مثلا الفاينانشال، في كاتيجوري الاي ار اللي هو الاوجمانتد رياليتي، في كاتيجوري تانية بيبقى لها علاقه مثلا بالصوت، تعمل ابلكيشن مثلا قران او حاجه زي كده. مم. في ابلكيشنز تانية اللي انت تعمل مثلا حاجه فعلا زي القران بس صفحات بقى، ان انا قاعد بسكرول في صفحات ومش عارف ايه وكده. مم. ففي كاتيجوريز كتير مختلفه اللي انت تخش فيها اصلا في المجال. في كاتيجوري الاتش ار سيستم، زي انت بتعمل اتش ار سيستم بس عن طريق ابلكيشن، ان انا اخش اعمل لوجن الصبح مثلا في الشغل وابدا الثلاث ساعات الثمان ساعات بتوعي، ومثلا اخش اطلب اجازات ومش عارف ايه من ابلكيشن. مم. فكل دي حاجات كاتيجوريز مختلفه، انت مش بالضروري اصلا انت تعدي على كل دول. يعني انا لحد دلوقتي انا ما عداش عليا كل دول. فدي كاتيجوريز انت بتشوف بقى انا اشتغلت على كل واحده منهم ازاي، وكل واحده منهم بتاخد عدد سنين معين منك. في واحده في الغالب بتبقى انت دي اللي انت خلاص متمرس فيها. يعني انا بالنسبه لي حته الاي كوميرس والاوردر ديليفري انا شغال فيها بقالي كتير، فدي بالنسبه لي بقت اسهل حته. انا ممكن لو اي ابلكيشن جالي حاجه زي كده، الموضوع ده بالنسبه لي سهل ومستقر فيه وكل حاجه تمام. في حاجات تانية مثلا زي الفاينانشال وغيره، لا انا لسه مش واو فيها. انا مثلا لا لسه ما دخلتش بروجكت فيها عشان يبقى عندي خبره فعليه اقدر اقول ان انا تمرست في حاجه زي كده. فالموضوع ليه ابعاد كتير مختلفه طبعا. كده كده في الاول وفي الاخر في حاجات بيز احنا كلنا بنبقى واصلين له، بس بقى اللي بيفرق سينيور عن التاني هي الكاتيجوريز المختلفه بتاعت البروجكتس اللي هو اشتغل عليها. وكمان بتفرق حته ان انا واصل لفين في السوفت وير كونسبتس، وازاي اقدر ابني ابلكيشن بطريقه صح مناسبه للابلكيشن دوت، مش بطريقه صح وخلاص.